بما ان التايم لاين عندي كله انجاز زملكاوي جديد، فبقول لكم كاهلاوي الف مليون مبروك الفوز بالكونفدراليه للمره الثانيه في تاريخكم من 2019. وللامانه عملتوا ماتش كبير، روح قتاليه عاليه. كنت قايل ان الزمالك لو ما كانش حط جول من البدايه واستغل هوجه الجمهور والحماسه اللي كانت موجوده عند اللعيبه كان ممكن الماتش يروح من الزمالك. فعلا ده اللي حصل. زمالك جوميز دخل ضاغط النهضه من البدايه وحاصرهم في الثلث الاخير من ملعبهم. كل ما الزمالك كان بيفقد الكوره كان بيضغط ضغط عالي من اليمين والشمال. كنا قايلين من ماتش الذهاب ان هم كويسين جدا في التحولات السريعه وبيلعبوا على الهجمه المرتده وبيركزوا جدا على يوسف الفحلي في الناحيه اليمين. يوسف الفحلي اللي قدر في ماتش الذهاب ياخد ضربه جزاء لنهضه بركان من حسام عبد المجيد، وبتحركات ذكيه من ورا فتوح كان بيقدر يشكل خطوره على دفاع الزمالك. لكن في العوده الموضوع كان غير، لان فتوح حرفيا خلاه ما ياخدش نفسه. الزمالك طرق على الحديد وهو ساخن لحد ما سجل الاول باقدام احمد حمدي اللي 100% الاهلي خسر لعيب بجوده عاليه جدا في مركز صانع اللعب. هدف حمدي كان بفضل ضغط زيزو بعد ما قطع الكوره ولعبها له بالعرض. يمكن البدني وقع شويه من لعيبه